كثبان رملية، جبال نحتت منذ آلاف السنين، سنين غيرت في المنطقة الكثير لتدهش في عصرنا الحالي الزائر والباحث. هنا صحراء تمنراست. التوغل في الجنوب الشرقي للولاية يقود إلى أجمل الأماكن سحراً في العالم. المنطقة الجنوبية اللي هي عبارة على مزيج ما بين كثبان رملية وجبال على شكل فطريات ضخمة، هي أحجار وجبال منقوشة بفضل عوامل طبيعية أصبحت كفطريات سيدي شامبينيون جيون. المنطقة الجنوبية هي في الحقيقة هي اللي عليها إقدام كبير نتاع السواح سواء الأجانب أو الجزائريين. تصل الهجارة أو صخرة القوافل، متاحف برية حملت في جدرانها الصخرية تاريخ شعوب دونوا نمط عيشهم بالرسم وليس الحرف. الرسوم اللي عليها تعطي الفترات اللي مرت بها المنطقة هذه، منطقة الصحراء، أي من منطقة بحيرات إلى منطقة جافة. نجد رسوم للفيلة ورسوم لوحيد القرن لرينوسوروس، الإنسان عندها 4000 ولا 5000 سنة، ما كانش الانترنت ولكن كان يرسم ما يشاهده أمامه بالعين المجردة. مناطق سحرت عشاق الرمال الذهبية. في صحراء العميقة نكتشف صحراءنا الثمينة الغنية بالسحر هذا اللي ما نقدروش نوصفوه. خاصة هذه منطقة تمنراست، منطقة التاسيلي، منطقة العسكلام، منطقة مدينة قزام، منطقة المزوزاتين. هذوما مناطق جد رائعة. التصيلي كنز مفقود لا زال يبحث عمن يكشف أسرار حقبة سبقت الزمان والمستقبل برسومات حيرت العلماء وأسرت الزائر المتلهف لالتقاط صورة من عمق صحراء الجزائر.